انت تشبه بالاستقبال وبعلى صوت دايما بنشجع الابطال. فريق كبير فريق عظيم هديله عمري وبرضه قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اول مره يتابعنا على القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس ولايك للفيديو. المتابعين على القناه لايك للفيديو وشيروا الفيديو عشان يوصل لجميع المتابعين. اول حاجه هنبدا بيها ان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في غزه، ربنا يقف معاهم ويثبتهم، اخواتنا في اليمن وفي السودان. هنبدا كلامنا عن مباراه الاهلي وشباب بلوزداد ليله المباراه. شويه دردشه بسيطه. واحد هيقول لي انت بقالك فتره ما طلعتش في ماتشات المنتخب الوطني، وما طلعت ماتش واحد وما طلعتش تاني، وكلامك على المنتخب وتعيين حسام حسن وكده. هنتكلموا في جزئيه بسيطه بس، وبعد كده نخش في تحليل مباراه شباب بلوزداد والنادي الاهلي. والاهلي عايز ايه من المباراه؟ المنتخب واتحاد الكوره ده من ضمن الفشل اللي احنا فيه بقالنا 5-6 سنين. 5-6 سنين عالم بتيجي تدير الكوره وهي مش عارفه بتدير الكوره ازاي ولا بنظام، وطول عمرها فشل ومفيش حد بيتحاسب. عشان كده في واحد زي المدير الفني فيكتوريا جه ضربك على جفاك، خد منك 1.5 مليون، 4.5 مليون دولار، وتاني واخد نفسه ومشي. عامل انجازات ومفيش اي حاجه. ايه اللي فاده؟ ايه الفايده اللي جابها اتحاد الكوره منه؟ مفيش اي حاجه. فشل ضمن فشل ضمن فشل. انت رحت جبت حسام حسن دلوقتي عشان الضغط الجماهيري. بيتكلموا دلوقتي على حسام حسن. حسام حسن لازم يعرف حاجه، ودي نصيحه من اخ صغير، من مشجع بسيط. انت متصدر في الوش، ما تحترمش اللعيب ولا كبير ولا صغير. اللعيب اللي هيفيدك في المنتخب وحاسس اللي هو هيفيدك في المنتخب هجيبه. حاسس اللي فيه لعيب هيجي اعلى من المنتخب، لا ما تجيبوش. لو محمد صلاح نفسه او المحترفين مش هيفيدوك ما تجيبهمش. انت دلوقتي اللي محطوط في الوش. اي مشاكل فنيه لك الفترات الجايه او عدم صعود لبطوله افريقيا او كاس العالم، انت اللي هتتصدر في الوش مش اتحاد الكوره، عشان هم جايبينها على ضغط جماهيري. نصيحه تانيه، شوف اللي هيفيدك في المنتخب. ما تروحش تجيب لعيبه عشان انت بتحبه وتكره. لعيب هيفيدك، روح تجيب اللعيب اللي انت عايزه، اللي انت هتستفاد منه. ما تروحش تجيب لعيب عشان الجماهير تقف معاه. هيبقى ساعتها انت بتتباع للجماهير. بس انت رايك من دماغك اللي احنا متعودين عليه من حسام حسن، وضغطنا اللي حسام حسن يرجع عشان حسام حسن بيغير على المنتخب الوطني. هيرجع الروح للمنتخب الوطني، هيرجعنا تاني نسمعه ماتشات المنتخب تاني. عشان ليه؟ عارفين ان حسام حسن روح منتخب مصر. انا حبيت ان انا اوصل لك رساله عشان انت هتتصدر مع الجماهير. بعد كده هخش في الجزئيه بتاعه مباراه الاهلي وليله مباراه الاهلي وشباب بلوزداد الجزائر. الاهلي دخل بقايمه ماشي، يعتبر فيها غيابات، فيها 10 غيابات ماشي. فالزنفلي وعمر كمال وكوكا وبرستاو ووسام بن علي وكريسو وديانج ماشي. وديانج ودول بره قايمه ماشي. انت عندك
انت من وجهة نظرك التشكيل اللي متوقع يلعب بيه النادي الاهلي او الاهلي عايز ايه من المباراة؟ التشكيل المتوقع للنادي الاهلي هو مصطفى شوبير، محمد هاني. وانا من وجهة نظر الماتش ده يبدأ فيه اكرم توفيق، ياسر ابراهيم، عبد المنعم، علي معلول. في النص معاك ديانج احنا قلنا مصاب، معاك مروان عطية، عمرو السولية، امام عاشور. قدامهم حسين رضا سليم، حسين الشحات، كهربا. دي امثل تشكيل للنادي الاهلي ينزل بيها في وضع الغيابات اللي عنده، ودي اسلم تشكيل للمباراة. نصحنا لكرر واللعيبة، انت جاي من بعد فترة غياب، كل الجماهير الاهلي جاية تشوفك بالشكل بعد انت محققت بطولة السوبر وحققت ثالث عالم. احنا جايين نشوفوا النادي الاهلي يرجع النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليه، عشان انت عندك حسم بطولات الفترة الاخيرة. عندك ان شاء الله حسم دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا، هتخش بعد كده في اول 3 عندك بطولة كاس مصر ونهائي كاس مصر، وعندك ماتشات مؤجلة في الدوري العام. لازم تاخد كل مباراة بحدها وتشوف المباراة هتمشي ازاي، والسيناريو مفروض انت واللعيبة تنزل، عشان هتلعب تحت ضغط جماهيري شرس، واحنا عارفين الجماهير الجزائرية عاملة ازاي. بس احنا بنقوله اللي انت ان شاء الله تحقق التارجت ان شاء الله. ان ما كانش الفوز يبقى التعادل. ان شاء الله النادي الاهلي بكره يفوز بالمباراة، ان شاء الله يحقق فوز يفرح جماهيره. واحنا املنا الفترات الجاية اللي هو نشوفه النادي الاهلي بشكل متغير، اللي هو نهى عليه الموسم اللي فات، تحقيق البطولات، انجازات. وان شاء الله واحد بيقول لي انت جلجان، انا جلجان عشان دي مباراة من بعد وقف بطولة افريقيا الدوليين. احنا عايزين نشوف النادي الاهلي ليه انت ما دخلتش تلاحم مباريات ماشي عشان تخش المباراة دي. انت جاي بعد راحة ممكن تأثر معاك بدنيا وفنيا شوية، بس احنا نرجو من ربنا سبحانه وتعالى ومن جهد اللعيبة والجهاز الفني ان شاء الله ما يأثرش معاهم الماتش الجاي. وده اللي احنا عايزينه. ربنا ان شاء الله وباذن الله النادي الاهلي واللعيبه كلها تقف على قلب رجل واحد. وانا عايز اللعيبه كلها تساعد مصطفى شوبير الفتره الجايه، ومصطفى شوبير يساعد نفسه ماشي، عشان خلاص انت مصطفى خلاص اتحطيت في الوش. يا انت جدير تبقى جدير بالموقف اللي اتحطيت فيه، يا انت هتبقى بعد كده مفيش حد ليه امل اللي انت ممكن تطلع في المستقبل خارج النادي الاهلي. عشان كده برجو من لعيبه الاهلي مساعده مصطفى شوبير، ومصطفى شوبير يكون مركز الفترات الجايه. خلاص انت الحارس الاول للنادي الاهلي، انت الحارس الاول. انت هتلعب في افريقيا، هتلعب في المباريات الدوليه اللي احنا بنقول عليها بطوله افريقيا مثلا ماشي، هتلعب في الدوري العام. غير ممكن يريحك شويه، ينزل زنفولي، ينزل حمزه علاء كده. انت الفترات الجايه بتاعتك، ولازم عليك تثبت اللي انت جدير بالموقف.
ان شاء الله التوفيق لكل اللعيبه. انا حبيت بس اللي انا اتكلم في جزئيه مصطفى شوبير عشان كله هيحط مصطفى شوبير تحت يعني ايه، تحت النظر، وهيركز عليه. يعني هيبقى حارس النادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني هيبقى عليه تساؤلات، وعشان كده عايزين التركيز من مصطفى شوبير وجميع اللعيبه. ان شاء الله النصر للنادي الاهلي غدا باذن الله، وان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله يرجعوا المنصورين باذن الله، والدعم كل الدعم للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي والمدير الفني وجميع البعثه في الجزائر. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.